كل يوم قانون لو مشيت بيه هتغير حياتك 180 درجة. القانون التاني، اكشن. ازيك؟ كله بونو بونو. اللي يضحك على احلامك خليه مكانه تحت. عارف ايه اللي يضحك فعلا؟ انك لما تقول لحد نفسي احقق كذا يرد عليك ويضحك ويقعد يتريق عليك، مش عشان الحلم مستحيل، لا، عشان هو مش قادر يحقق نفس الحاجه دي او مش متخيل نفسه انه بيحلم من الاساس. في علم النفس في حاجه اسمها اسقاط العجز، يعني لما حد يحس انه مش قادر ينجح بيضحك على اي حد بيحاول ينجح عشان بس يرتاح من جوه ويرضي الحته الناقصه اللي عنده، كانه ضحك عليك هو الوسيله الوحيده انه يحس انه فوق لو لحظه واحده. وهنا لازم تستخدم القانون ده. اي حد بيضحك على احلامك لازم تخليه مكانه تحت، مش تحت كانك متكبر، لا، بس تحت في ترتيبك الذهني، انك المفروض ما تسمعش كلامه ولا تاخد كلامه باي جديه. علميا بقى المخ البشري بيتاثر بالاراء القريبه منه في الهرم الاجتماعي، يعني لو سبت واحد سلبي في نفس مستواك العقلي كلامه هيبرمج وعيك ضدك. فعايزك في المره الجايه لما حد يتريق عليك وعلى احلامك ابتسم بس وسيبك من اي حاجه هو بيقولها، وما تخليش تريقه الناس عليك توقفك. خليها علامه انك بتتحرك في اتجاه محدش فيهم عنده الشجاعه انه يمشي فيه. ولو كل الناس ركزت على اللي بيتريق عليهم في اول الطريق كانش حد وصل خالص، اولهم انا، عشان طبيعي هتقابل ناس زي دي في حياتك. وسؤال ليك انت بقى، هل انت هتسيبهم يضحكوا ولا هتخليهم يتفرجوا؟ وبس كده.